السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا طلاب الصف السابع، إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح المنهج الجديد طبعا للرياضيات. نشرح اليوم الدرس التاسع في الوحدة التانية. تمام. درس اليوم هو درس ضرب الأعداد الصحيحة وقسمتها. احنا درسنا الجمع والطرح، عرفنا ازاي نجمع وازاي نطرح. اليوم هندرس الضرب والقسمة ونركز كويس جدا، لأن هو هنا هيعلمني ازاي أضرب الإشارات، أضرب الموجب والسالب، أضرب الموجب والسالب. طبعا معاكم أستاذ أبو عمر، ده رقمي 50 9 4 4 9 1 9. اللي محتاج منكم أي شيء يقدر يتواصل معايا. طيب، ملخص الدرس كلمتين: ازاي يا أستاذ أضرب الإشارات؟ احنا عرفنا ازاي نجمع الإشارات وازاي نطرح الإشارات. طيب، لو أنا عندي -2 ضرب -3، ولو أنا عندي 2 ضرب 3، ولو أنا عندي -2 ضرب 3، ولو أنا عندي 3 ضرب -2، دي كل الاحتمالات. وزي الضرب القسمة، تعالى كده نقول القسمة. لو أنا عندي مثلا 10 تقسيم 5، ولو أنا عندي -10 تقسيم -5، ولو أنا عندي -10 تقسيم -5، ولو أنا عندي 10 تقسيم -5. هنا لو فهمت الدقيقة دي هترتاح لحد صف 12 في خصوصا ضرب الإشارات. لو فهمت الدقيقة دي هترتاح لصف 12 في ضرب الإشارات. بص، عندي رقمين مضروبين في بعض أو شيئين مضروبين في بعض، لأن بعد شوية في 8 وفي 9 هنضرب حدود. تمام، بس خلينا دلوقتي في الأرقام. عندي رقمين مضروبين في بعض، ليهم كام احتمال؟ 4 احتمالات. إما أن يكونوا الاتنين سالب أو الاتنين موجب. فطالما الاتنين سالب أو الاتنين موجب يبقى الناتج موجب. طب لو واحد سالب وواحد موجب، مش هتفرق مين الكبير ومين الصغير، الناتج هيكون سالب، لأن في الجمع كنا بناخد إشارة الكبير، هنا لأ. يعني بمعنى أوضح، لو الإشارتين متشابهين يبقى الناتج موجب، لو الإشارتين مختلفين يبقى الناتج سالب. ده في الضرب وفي القسمة. يعني هنا موجب موجب يبقى الناتج موجب، طب سالب سالب يبقى الناتج موجب، لأن احنا بنقسم. سالب موجب يبقى الناتج سالب، موجب سالب يبقى الناتج سالب. يبقى عند الضرب والقسمة في عندي احتمالين. أول حاجة الإشارتان متشابهتان يبقى الناتج موجب. طب الإشارتين مختلفتان يبقى الناتج سالب. تمام. طبعا 2 ضرب 3 6 6 6 6. 10 تقسيم 5 2 2 2 2 بس. تمام. تاني، لو بضرب أو بقسم، لو الإشارتين متشابهين يعني سالب ضرب سالب يعطيني موجب، موجب ضرب موجب يعطيني موجب. طب لو الإشارتين مختلفين، سواء ده الصغير ده الكبير مش هتفرق، سالب ضرب موجب أو موجب ضرب سالب هيعطيني سالب. وكذلك في القسمة. تعال نحل التمارين. الدرس خلص، بس باين ان احنا نحل التمارين عشان نتدرب اكتر وتثبت المعلومة. نفتح مع بعض التمارين الذاتية صفحة 107. صفحة كم؟ 107. أول سؤال بيقول لي حدد ما إذا كان ناتج الضرب أو ناتج القسمة عدد صحيح سالب أو موجب. بص، سالب ضرب موجب يعني عدد سالب ضرب عدد موجب، يبقى الناتج هنا سالب. طب هنا موجب ضرب موجب يبقى الناتج موجب. سالب ضرب سالب يبقى الناتج موجب. عدد سالب ضرب عدد سالب يبقى الناتج موجب. سالب تقسيم سالب يبقى الناتج موجب. سالب تقسيم موجب يبقى الناتج سالب. لو ركزت هنا انا ما شفتش مين الاكبر ولا مين الاصغر، لان احنا مش بنجمع. تمام. موجب تقسيم موجب يعطيني موجب. تعالى نقلب الصفحة ونكمل باقي التمارين.
هنا صفحة 108. بيقول لي أوجد الناتج. هنا عايزني أطلع بقى الإيه الناتج، مش بس الإشارة. هنا موجب 5 ضرب سالب 4، موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 5 ضرب 4 20. يبقى الأول ضربنا الإشارة، بعدين ضربنا الإيه الرقم. طب هنا -20 ضرب -3، سالب ضرب سالب يعطيني موجب. 20 ضرب 3 تعطيني 60. -9 ضرب 0، أي شيء ضرب 0 يعطيني إيه 0، وطبعا الصفر لا موجب ولا سالب. -10 ضرب -2، سالب ضرب موجب يعطيني سالب. 10 ضرب 2 كم؟ 20. ركز معايا. 5 ضرب -3، 5 معندهاش إشارة معناها موجب. موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 5 ضرب 3 15. طب هنا -6 تقسيم 3 اللي هي موجب، فيبقى سالب تقسيم موجب يعطيني سالب. نفس الضرب بالظبط. 6 تقسيم 3 2. طبعا لازم تكون حافظ جدول الضرب عشان الأرقام. سالب تقسيم سالب يعطيني موجب. سالب قسمة سالب يعطيني موجب. 16 تقسيم 4 يعطيني 4. سالب قسمة موجب يعطيني سالب. -60 قسمة موجب 3 يعطيني سالب، لأن سالب تقسيم موجب. 60 تقسيم 3 يعطيني 20. ركز في دي. -3 أس 2. خدنا الأسس، درسنا الأسس. أس 2 معناها مضروبة في نفسها، فهنا معناها -3 ضرب -3، فيبقى سالب ضرب سالب موجب. 3 ضرب 3 9، ضرب كم؟ 5. -3 ضرب -3 يعطيني موجب 9. ضرب 5، 9 ضرب 5 45 موجب، لأن موجب ضرب إيه؟ موجب. كمل. -9 ضرب -1، سالب ضرب سالب يعطيني موجب. 9 ضرب 1 9. -5 ضرب موجب 8، سالب ضرب موجب يعطيني سالب. 5 ضرب 8 40. -2 ضرب -9، سالب ضرب سالب يعطيني موجب. 2 ضرب 9 يعطيني 18. -7 ضرب موجب 10، سالب ضرب موجب يعطيني سالب. 7 ضرب 10 يبقى 70. -8 ضرب موجب 4، سالب ضرب موجب يعطيني سالب. 8 ضرب 4 32. 12 موجب تقسيم سالب 12، موجب تقسيم سالب يعطيني سالب. 12 تقسيم 12 يعطيني 1. -21 تقسيم موجب 3، سالب تقسيم موجب يعطيني سالب. 21 تقسيم 3 يبقى 7. -9 تقسيم -3، موجب تقسيم سالب يعطيني سالب. 9 تقسيم 3 3. 25 أس 0. درسنا الأسس، أي شيء أس 0 يعطيني كم؟ 1، يعني ده ناتجه 1 لأن أس 0. 25 أس 0 يعطيني 1. 1 ضرب كم؟ 4. طبعا ترتيب العمليات، الأسس الأول. 1 ضرب 4 يعطيني كم؟ 4 موجب، لأن موجب ضرب موجب يعطيني موجب. -6 ضرب -7، سالب ضرب سالب يبقى موجب. 6 ضرب 7 42. موجب 4 ضرب -3، موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 4 ضرب 3 12. 6 موجب ضرب -12، موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 6 ضرب 12 يعطيني 72. موجب 8 ضرب -6، موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 8 ضرب 6 يعطيني 48. 20 موجب ضرب -5، موجب ضرب سالب يعطيني سالب. 20 ضرب 5 يعطيني 100. لو ركزت معايا وأنا بحل من بداية الحل، هتلاقيني بحل المسألة على جزئين أو على مرحلتين أو على مرتين. أول حاجة هي الإشارة، بتلاقيني بقول إيه؟ موجب ضرب سالب يعطيني سالب، بعدين 20 ضرب 5 يعطيني 100. فأنت لما تيجي تحل حل برضو كده. أول حاجة اضرب الإشارة، بعدين اضرب الإيه؟ الرقم، أو اضرب الرقم بعدين اضرب
الإشارات عادي مش هتفرق، تمام، مش هيتغير الناتج، بس ما تاخدهمش مع بعض عشان ما تتلخبطش. موجب 18 تقسيم سالب 9، موجب تقسيم سالب يعطيني سالب 18 تقسيم 9 يعطيني 2. سالب 140 تقسيم سالب 2، سالب تقسيم سالب يعطيني موجب، 140 تقسيم 2 يعطيني كام؟ 70. صفر تقسيم سالب 6، صفر تقسيم أي شيء يعطيني صفر، صفر تقسيم أي شيء يعطيني صفر، زي ما صفر ضرب أي شيء يعطيني برضو صفر. 6 أس 2 معناها 6 ضرب نفسها، يعني 6 ضرب 6 اللي هي 36 تقسيم سالب 4. 36 تقسيم سالب 4، موجب تقسيم سالب يعطيني سالب، 36 تقسيم 4 يعطيني كام؟ 9. تمام. هنا الجدول بيقول لي أكمل الجدول. ضرب سالب 3 ضرب سالب 2 هيبقى موجب 6، عن صفر ضرب سالب 2 هيبقى صفر. 2 موجب ضرب سالب 2 يبقى سالب 4، لأن موجب ضرب سالب يعطيني سالب. سالب 3 ضرب موجب 5 يبقى سالب 15. صفر ضرب 5 يعطيني صفر. 2 ضرب 5 موجب ضرب موجب يبقى موجب 10. هنا تقسيم 16 تقسيم سالب 4، موجب 16 تقسيم سالب 4 يبقى سالب 4. سالب 20 تقسيم سالب 4 يبقى موجب 5. موجب 12 تقسيم سالب 4 يبقى سالب 3. بعدين 16 موجب تقسيم سالب 2 يبقى سالب 8. سالب 20 تقسيم سالب 2 يبقى كم؟ موجب 10. 12 موجب تقسيم سالب 2 يبقى سالب 6. ده كده درس ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة. بالتوفيق ونشوفكم إن شاء الله الدرس الجاي.